شرعي فن الكلام. فن الكلام اللي بنتكلم فيه مع بعض سوا ده، الكلام ده ممكن يبقى كلام كده، وممكن يبقى كلام بالحركة، وممكن يبقى كلام مرسوم، وممكن يبقى كلام مكتوب. ولكن فن الكلام بنتحاور مع بعض ازاي. من أهم الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها في فن الكلام إني أعرف الفرق ما بين الجدل والنقاش. والجدل يمكن مش احنا المصريين نقول الجدل، ما نقولش الجدل. يمكن ما هواش اللفظ المظبوط قوي، يمكن هو المقصود بالمراء، بس احنا اصطلحنا ان طريقة الكلام والنقاش اللي مش مناسبة بنسميها جدل، فماشي. الفرق ما بينهم وبين بعض ان اللي بيدور على الجدل بيبحث عن الذات، بينما النقاش هو البحث عن الحقيقة. يبقى كأننا احنا الاتنين بندور كده في الدنيا كلها على الحقيقة، فكأننا قعدنا جنب بعض وبندور ايوه اهي كده. ولكن البحث عن الذات ما يفرقش معايا الحقيقة خالص. انا اللي يفرق معايا ان حضرتك تبقى غلطان، فتقول لي دي ازاز، اقول لك لا رخام، ازاز لا رخام، ازاز لا رخام، تاخدني على قد عقلي وتقول لي طيب رخام، اقول لك لا ازاز. انا ما يفرقش معايا الحقيقة، انا اللي يفرق معايا ان انا اطلع منتصر. اللي يفرق ما بين النقاش والجدل 4 علامات مهمين جدا، لو حطيناهم في دماغنا يمكن نخلي بالنا. اسمهم علامات الجدل. اقول ايوه انا ببتدي عادي ممكن مع الناس، مع قرايبي، مع عيلتي، وانا بشتغل، وانا مع اصحابي ابقى بتكلم نقاش عادي، وفجأة الموضوع ياخدني في سكة الجدل. اول علامة ليهم اول ما تحصل اقول ايوه انا داخل في جدل اهو، الصوت العالي. ما بنتكلم عادي وفجأة الصوت يعلى فهو يعلي، فانا اعلي فهو يعلي، بقت خناقة، خدني في السكة، سيبنا النقاش ورحنا للجدل. وتاني حاجة اسمها المقابلة. إذا حد قال رأي أنا مش مقتنع بيه، فأول حاجة أقول له غلط غلط. بص مستفزة إزاي؟ لذلك ينصحونا لما كنا بنتعلم فن الكلام أول ما ابتدينا المشوار، يقول لك 3 كلمات ما تبتديش بيهم في وسط الحوار: لا، وغلط، وبالعكس. في حد تقول له ما شاء الله خسيت، اقول لك بالعكس، ده انا كنت خاسس اكتر من كده. طب بالعكس ليه؟ ما احنا مع بعض اهو، ما اختلفناش مع بعض، ولكن في كلام يدي انطباع بالمقابله. وبعدين نقد الفاعل وليس الفعل، دي علامه ثالثه. يعني هو بيكلمني في راي معين، بيتكلم في الرياضه مثلا، بيقول لي ده احسن لعيب في مصر، قول انت مش فاهمك انت اصلا في الكوره. انا سبت الموضوع واتكلمت في شخصيته، ما نقدتش الفعل ولكن نقدت الفاعل. فكلمة السر: انقد الفعل وليس الفاعل. وأخيرا الآفة القاتلة: المقاطعة. وكأني معايا حتة حرير جميلة وحد معاه مقص، كل ما اوريها له يروح قاصص لي حتة 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 يضيع قيمتها. أنا بقترح في فن الحوار إنه ممكن نقرأ كتاب صغير اسمه فن الكلام. الكتاب ده بيتكلم عن أهم 4 حاجات ممكن يخلونا نظبط حوارنا مع الناس. مكتوب بطريقة بسيطة جدا، متواضعة جدا، بلغة عامية، ولكن المقصود من الحكاية إن يفكرني بالعلامات الأساسية.